عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير متابعي الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على الجزائر. إذا متابعي الكرام، هناك تغير كبير على مستوى المنظومة الجوية، بحيث ستعرف خلال هذا الأسبوع جح من الأمطار. ونستهل نشرتنا متابعي الكرام بحول الله أن تكون السماء صافية جدا، ليس هنالك أي سحب نشطة أو غير نشطة، السماء صافية ومعتدلة وأجواء مستقرة على جل الولايات الجزائرية. وكذلك يوم غد الخميس إن شاء الله، مما يعني أن ليس هنالك أي تساقطات، توجد أي منخفضات قريبة، مع وجود هذا المرتفع الآزوري على المحيط الأطلسي، وكذلك هذا المرتفع الإفريقي على دولة ليبيا، مما سيمنع عن هذا المرتفع عن الضغط الجوي العالي دخول الأمطار على جل دول شمال إفريقيا. متابعي الكرام، كما هو ظاهر أمامكم في الشاشة، أجواء مستقرة على العموم، ولكن هناك تغير كبير خلال يوم الجمعة، حيث سترتفع درجة الحرارة إلى الأقاليم الصحراوية 31 درجة على أدرا، و32 على غات، و28 درجة على تمن راس، وكذلك 27 درجة على تقاوش، و18 درجة على قسنطينة، و20 درجة على بجاية، و18 درجة على مشغية. بالنسبة للتساقطات المطرية متابعي الكرام، حاليا لا توجد أي تساقطات. نتمنى عودة المنخفضات الممطرة خلال الأيام القادمة إن شاء الله. وبهذا نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.